طبعا ضيفنا مختلف عن جميع الضيوف. طبعا رئيسة فريق عيدنا عيدكم في ضيافتنا في برنامج ليالي رمضان. خلينا نتعرف على الضيفة اللي موجودة معنا، نتعرف على الضيفة. ما شاء الله المشرفة العام والمديرة الفريق هي شاعرة ومشرفة العام للفريق عيدنا عيدكم. أستاذة ريم، طبعا أنت رئيسة فريق عيدنا عيدكم، عرفنا عن الفريق عيدنا عيدكم. فريق عيدنا عيدكم فريق شبابي، تنظيم فعاليات، تنظيم مهرجانات، احتفالات، فريق يقدم أيضا برامج على منصات التواصل الاجتماعي، فريق كادر شبابي عماني، أتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح. أستاذة ريم، طبعا عرفنا عن الفريق. أكيد الفريق متكون من أعضاء ومن مهمات اللي موجودة في الفريق، اذكري لي المهمات اللي موجودة في الفريق. طبعا الفريق متكون من عدد من المبدعين، الشباب المبدعين في كل في اختصاصه. في قسم التصوير مصورين، في قسم مش فنيين مشغلين صوتيات، في الإداريين، في المصممين، في الطاقم اللي يكون في الساحة ميدانيا اللي هم المنظمين، هكذا. اذكري لي 5 مواقع قدمتوها فريق عيدنا عيدكم في محافظ ظفار. انطلقنا من السوق الصيني اللي هو القرية الصينية، سوق شاطئ الحافة، موقع كان في إيتين، واجهة الشاطئ بالدهاريز، والواحة مول. ما شاء الله، هذا الأعمال الكبيرة اللي قدمتوها في محافظ ظفار. طبعا فريق عيدنا عيدكم كان عندكم رعاة داعمين لكم، اذكري لي بعض الرعاة اللي كانوا داعمين في فعاليتكم في فريق عيدنا عيدكم. طبعا ماني حابة أظلم لأن ما بيحضرني إني أذكر جميع الرعاة، بذكر الرعاة اللي هم شركاء رسميين للفريق وللفعاليات بشكل دائم، أوجه لهم جزيل الشكر والامتنان. من ضمنهم مركز كوني جميلتي المذهلة للأزياء، اللواء الأخضر. انضم لنا هذه المرة داعم قوي اللي هو بنك صحاب وشركة فرندي ولبان الريان، ونخبة متميزة من الرعاة نتمنى لهم المزيد من التقدم، بيكون هذا تعاون مثمر بيننا. أستاذ ريم، طبعا غني عن التعريف فريق عيدنا عيدكم له أثر في كل مكان في محافظة ظفار. طبعا أعطيني نموذج ولا شيء من الأشياء اللي مخبينها كفعاليات القادمة إن شاء الله بعد شهر رمضان. أول حاجة يعني أنا الفعالية اللي الحين نحن بنجتهد عليها اللي هي المناسبة اللي بتحتفل فيها سلطنة عمان دول الخليج بشكل عام كل منتصف رمضان. إن شاء الله غدا عليه قرنقشو، ننتظر الجمهور مشاركات وهدايا وفقرات ومفاجآت وعروض. نتمنى حضور جميع الأفراد من كل الجنسيات من كل الجاليات وأبناء المحافظة. إن شاء الله ما حد بيطلع من عندنا بدون هدية. فعالياتنا بإذن الله راح تكون الخطة فيما بعد رمضان. هذه المفاجآت بنعلن عنها في وقتها بإذن الله. فريق عيدنا عيدكم عنده مفاجآت كبيرة راح يقدمها في موسم رمضان. طبعا فعالية قرقشو معروفة عالميا كفي سلطنة عمان، راح تقام الفعالية غدا إن شاء الله، مدتها يومين طبعا، ونجهز لكم هدايا فريق عيدنا عيدكم وفقرات في الخشبة المسرح. طبعا كلمة أخيرة تقولها لفريق عيدنا عيدكم. أقول لهم أبدعتوا وأنتم دائما مبدعين وأنتم دائما ترند وأنتم دائما متميزين. أتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح، وأتمنى لهم يعني دائما يكونوا في الصدارة، وجزاهم الله خير على المجهود اللي بذلوه في هذه الفعالية، فعاليات ليالي رمضان من ألف إلى الياء كله كان مجهود شبابي.
جد جد فخورة فيهم، الله يوفقهم واشوفهم في اعلى المراتب. طبعا كنت معنا في برنامج ليالي رمضان، راح نسألك 3 أسئلة عامة، وإذا جاوبتي راح تفوزي معنا جائزة مقدمة من فريق عيدنا عيدكم. السؤال الأول، اذكري لي أصعب مراحل مريتيها في فعالياتكم السابقة. اصعب مراحل كانت اول فعالية بعد كورونا، كان شوية الجهد فيها والشغل متعب كأول فعالية بعد كورونا وبعد الحظر، وكمجهود كامل خلال هذه الفعالية، هذه أصعب فعالية صراحة. السؤال، اذكري لي 4 بنوك موجودة في محافظة ظفار. بنك ظفار، بنك مسقط، بنك العز، الداعم الرسمي لنا بنك صحاب. الإجابة صحيحة. السؤال، اذكري لي 5 محلات موجودة في سوق الحافظ. لبان الريان، الوسام المتقدمة، بنت الشيخ، أماس الطيب، وماس الداعم مستمر معنا حلوى الصبح. تمام. اذكري لي 3 شواطئ موجودة في محافظة ظفار. شاطئ الحافة، شاطئ الدهالي، شاطئ المربوط. الإجابة صحيحة. أستاذة ريم، فزتي معنا بكوبون من حلاهوت مقدم من فريق عيدنا عيدكم، وكانت ضيفة شرف في برنامج ليالي رمضان، وبأمانة نحن نتشرف في فريق عيدنا عيدكم في هذا البرنامج. طبعا كادر عماني مقدم في فعاليات في محافظة ظفار، شكر خاص، شكر كبير على جهودكم الطيبة. طبعا من تقدم لتقدم، طبعا حطيتوا بصمة موجودة في محافظة ظفار. طبعا هذا جائزة مقدمة بسيطة من فريق عيدنا عيدكم. أوجه شكر كبير وعظيم الامتنان للدينامو القوي اللي كان وراء الكواليس واللي كان سبب رئيسي في نجاح هذه الفعالية، نعيم النوم. شكر خاص، بالعكس هذا شكر مجهود كله مقدم من فريق عيدنا عيدكم. طبعا من اصغر واحد الى اكبر واحد، هو كان داعم اساسي في فعالياتنا اليوم، هو النجاح في فريق عيدنا عيدكم. طبعا نحن تاسسنا كاهل، كمنطقه، كاخوه، ما تاسسنا كفريق، تاسسنا كعائله. فريق عيدنا عيدكم هو عائله اصلا، وبنينا هذا المشروع وبنينا هذه الافكار طبعا من إنشادات وطموحات وأفكار شبابية. لهذا السبب وصلنا لهذا المرحلة، وشكر خاص للأستاذ ريم، ونشوفكم إن شاء الله مع ضيف آخر.